السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم البهله، حلوه مغربيه تقليديه ما كاينش شي واحد ما كيعشقهاش، شي حاجه اللي زوينه بزاف بزاف. ان شاء الله غنشاركها معكم باسهل طريقه في فرن الغاز تيفولي باش تجربوها ان شاء الله وتنجح معكم وتجيكم زوينه كيف ما كتلاحظوا معايا في الفيديو. ما نطولش عليكم ونبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات، عندي هنايا نص رابعه ما يعادل 125 غرام ديال الزبده المارغرين، عندي هنايا كاس ديال الزيت وكاس ديال السكر، وعندي ساشي ديال السكر فاني وجوج ديال الخمارات، عندي كاس ديال اللوز اللي حمرته واحد شويه في الفران. ديجا كنت طيبت الفقاص قبل ما نطفي الفران، درتو في الفران واحد 5 ديال الدقائق وطفيت عليه الفران، خليته يعني حتى برد تماما اولا خليته حتى الغد لي صافي ولقيته هكذاك محمر صافي. كيف ما لاحظتوا معايا كاس كندوزو ضروري في واحد الهاشوار اولا دقوه بالمهراز اللي عندكم حتى كيولي لينا بهذا الشكل هذا، كيعطينا مذاق زوين في البهله. صافي هنايا لاحظوا معايا الشكل ديالو، كنحاول نحطو في الايد باش تشوفوا اللون ديالو ديال التحمار وحتى الطريقه كيفاش طحنته. صافي هنايا غادي نبداو في التحضيرات. هنايا كيف ما كتلاحظوا معايا 125 غرام ديال الزبده، زدت عليها تقريبا واحد 120 غرام ديال السكر سنيده ما يعادل واحد الكاس ديال العنبه يكون ما عامرش بزاف، وهنايا تقريبا واحد 130 مليلتر ديال زيت نباتيه كيف ما كتلاحظوا معايا القياسات راه بالكاس ديال العنبه، واحد راس المعلقه ديال الملح، وهنايا ساشي ديال سكر فاني. النصيحه الاولى اللي نقدر نشارك معكم هو ضروري خاصكم تخدموا الزيت والسكر والزبده ضروري من هذه المرحله. انا الزبده عندي كنت ديجا ناسيها في الثلاجه، نتوما ممكن تكونوا مخرجينها بليله قبل، يعني تكون على شكل بوماد غير باش تساعدكم الصراحه، حيت انا ديجا الجو ساخن راه دغيا عطاتني طوع وولات بهذا الشكل، يعني دغيا كتفرتت معايا. ولكن خاصنا نعجنوهم باش العجين ما تطلقش لينا الزيت وباش البهله تجينا ناضيه كيف ما كنقولوا. خاصكم يعني تخدموا الزبده والزيت والسكر حتى يوليو على شكل بوماد، تعطيهم واحد شويه ديال الخاطر. صافي هنايا غادي نبدا نخدم الزبده ديالي بهذه الطريقه اللي كتلاحظوا معايا حتى يمتزجوا ليا هاد المكونات بثلاثه باش ما ينفصلوش على بعضياتهم. ضروري هاد المرحله هي اللي كتنجح لكم البهله. صافي هنايا من بعد ما رجعوا بداك الشكل غادي نضيف ليهم هذاك الكاس ديال اللوز اللي كنا ديجا حمرناه وطحناه. وبالنسبه للدقيق غادي تقدنا تقريبا ما بين 4 الكيسان حتى ل5 على حسب نوعيه الدقيق. انا هنايا كنت عبرت 4 الكيسان ونصف، الصراحه كل مره واش شحال كتاخذ معايا. انا هنايا عبرت 4 الكيسان ونص ما يعادل 450 غرام، وغربلتهم في داك الاناء، ضفت منهم واحد شويه. وهنايا غادي نضيف دوك جوج ديال الخمارات كيف ما قلت لكم المجموع ديالهم 16 غرام. الاخوات اللي عندهم خماره من فئه ديال 10 غرامات ديروا تقريبا واحد خماره ونصف. هنايا عندي الخمارات فيهم 8 غرامات، درت جوج يعني 16 غرام ديال خميرات الحلويات. صافي هنايا كنخدم العجين ديالي بهذا الشكل، ما كندلكوهاش، تقريبا كنخدموها بحال شكل الحرشه غير باطراف الاصابع. هنايا راه كنبان لكم يعني ماشي كندلك، غير كنحاول نجمعها اولا نطمها فقط، ما كتدلكش. الى دلكات غادي يطلق لكم الزيت وغادي تخسر لكم العجين. داكشي علاش خدموها غير بالاطراف الاصابع. هنايا راه تجمعات ليا، شوفوا معايا هنا بالنسبه للدقيق قداتني 4 الكيسان ونصف، قدوني كاملين. نتوما ممكن تقدكم اكثر شويه او لا اقل شويه، المهم نتابعوا مع الدقيق حتى تجيكم التكستور ديالها بهذا الشكل هذا. ها نتوما كيف ما شفتوا معايا يعني ماشي كندلكوها او لا كنعجنوها، غير كنحاولوا نجمعوها وكتولي لينا بهذا الشكل. هنا ضروري غادي نحربل معكم وحيده ضروري باش كنشوف التكستور ديال الغريبات ديالي كيفاش خاصهم يكونوا. من بعد ما كورتها لاحظوا معايا الشكل ديالها، درت فيها الاصبع ديالي، جاتني انها ما كتشققش من الجوانب، يعني ان العجينه راه هي هذيك مزيانه هكا خاصها تكون. صافي هنا مباشره ما كنخليوها لا ترتاح لا والو، كنبداو نشكلوا فيها هكذا كويرات. الاخوات اللي كيبغيو يعني يبيعوها او لا عندهم مشروع ممكن ديروا فيها القياسات باش تجيكم الشكل ديالها زوين، ديروه ما بين 20 و 25 غرام، يعني 23
او لا 25 كتجي مزيانه، 20 غرام كتجي شويه صغيره. المهم عينكم ميزانكم وعلى حسب الشكل كيفاش بغيتوها. هي كل ما كانت متوسطه كتجي مفقعه وكيبانوا فيها دوك التشققات وكتجي عاطيه للعين. يعني نتوما انتبهوا لهاد القضيه. انا هنايا تقريبا درت فيهم 22 غرام، ما بين 22 و 23 غرام، وجاوني تبارك الله حيت مازال كتكبر في الفران. بالنسبه لي انا غادي نطيبها في الفرن ديال الغاز. في هذه المرحله ديجا كنت مشعلاه من الفوق فقط باش يسخن مزيان، يعني مشعله على نار متوسطه. من بعد ما درت البهله ديالتي اولا الحلوه هنايا غير كتشقق ليا صافي كنطفي عليها من الفوق وكنشعل عليها من الاسفل حتى كتكمل الطياب ديالها. ساهله في الطريقه ديال الطياب. الاخوات اللي عندهم فرن كهربائي نفس الطريقه كنشعلوا عليها من الوجه ديالها كتبدا تشقق. النار كتكون مهيله. في الاول شعلت الفران كانت النار متوسطه كيف ما قلت لكم، ولكن راني غير درت الحلوه ديالي ونقصت النار للاقصى ديالها، رجعت شميعه. من بعد ما كتشقق كنخليها في نفس الطابق وكنشعل عليها من الاسفل. كيف ما قلت لكم الاخوات اللي عندهم فرن كهربائي كتشعلوا من الاسفل، عفوا كتشعلوا عليها من الفوق. النار كتكون متوسطه تقريبا واحد 180 حتى ل 200 درجه. كتخليوها حتى كتشقق، كتطفيو الفوق وكتشعلوا عليها من الاسفل وكتخليوها تكمل الطياب ديالها باش تجي مجعبه من الاسفل وطيب مزيان. حتى هي كتبغي تحمر، ما كتبغيش تبقى هكذا يعني شهبه، كتبغي هكذا تاخذ شويه ديال الحموريه. بهذا الشكل اللي كتلاحظوا معايا الطريقه كيف ما قلت لكم ديال الطياب ديالها راه ساهله. ضروري من الاول من الوجه ديالها عاده كنشعلوا من الاسفل. شوفوا معايا تبارك الله من الاسفل ديالها كيفاش كتجي. وهنايا ضروري غادي نحل معكم بزاف ديال الوحيدات. انا هنايا صراحه كنت مصيباها بالشهوه، كتحمقني، كتعجبني بزاف من احب الحلويات على قلبي هي والحلوه ديال الهلال اللي كنديروها بالسكر، اللي كندوزوها في السكر كلاسيك، كيحمقوني كيعجبوني. الصراحه الحلويات المغربيه ما كاينش في حالهم، كيعطيو مذاق زوين. وحتى المنيضر ديالهم هنايا غادي نقدمها في هاد الطبيصيل. نتوما قدموها فاش ما بغيتو، كتجي هماويه في الشكل ورائعه حتى في المذاق. وهذاك الكاس ديال اللوز كيعطيها مذاق زوين. الاخوات اللي غادي يبغيو القياس بالغرام تقريبا واحد 60 غرام هكذاك ديال اللوز، ماشي شي حاجه كثيره هكذا، يعني شي 5 دراهم ديال اللوز راه يعني باش تصيبوا هاد الحلوه اللي كتجي لذيذه وزوينه. وتبارك الله راه عطاتني كميه كثيره. هادو راه غير المقادير اللي خدمت معاكم، يعني ماشي دوبلتهم ولا شي حاجه، نفس المقادير. تبارك الله كتخرج تبصيل، هذا راه مازال غارق، يعني تخرج لكم تبصيل مقبقب. ما حسبتش عدد الحبات صراحه حيت كليت منهم وهذا ما عرفتش شحال خرجت ليا. الاهم انها كتجي لذيذه وزوينه، كنصحكم بالتجربه ديالها. وهنايا ضروري غادي نحل معكم وحده اخرى باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش كتجي من الداخل. كتجي يعني مجعبه وكتذوب في الفم والمذاق، راه ما نقولش لكم يا سلام. المقادير والطريقه راه مضمونين. ما تنسوش بارطاجيو الفيديو مع احبابكم واصدقائكم لتعم الفائده. اللي كتعرفوا عزيز عليه البهله بارطاجيو مع هذا الفيديو غادي يشكركم عليها. وما تنسوش ليا لايك الفيديو. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.